أهلا بيكم مع حلقة جديدة من برنامج رمضان اشحن طاقتك. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا. النهاردة هنتكلم عن العلاقات التوكسيك، أيوة اللي بتخليك تقول يا رب أمشي منها بسلام. في ناس بتقول ليه دايما بقع في علاقات توكسيك، وفي ناس تاني بتقول أنا مش عارف أصلا يعني إيه علاقة توكسيك. فخلينا نبدأ من الأول. العلاقات التوكسيك دي زي الشطة الحارة اللي بتعمل في الصدر والقلب نغزة كده على رأي الفنانة يسرا، وتخليك تقول يا رب أمشي منها بسلام. العلاقة دي اللي بتخليك دايما حاسس انك مش كفاية حتى لو انت عملت المستحيل. العلاقة دي اللي بتخليك تحس انك في حرب عالمية تالتة وكل يوم في مشهد اخير. علاقة توكسيك مش بس مع شريك حياتك اللي بيقولك طول الوقت انا اللي عملت كل حاجة في حياتك ويحسسك دايما انك مقصر، لا ده ممكن تكون مع صاحبك في الشغل اللي بيبقى ملك النكد وكل يوم يقولك انت فاشل وانا ناجح. حتى مع اهلك اللي بيتحكموا في كل صغيرة وكبيرة في حياتك حتى لو كان القرار هو تشوف فيلم ولا لا. طب يا ترى ازاي نعرف لو احنا في علاقة توكسيك ولا لا؟ سؤال محير، لكن يا صديقي العلاقة التوكسيك مع الطرف الاخر ليها شوية علامات كده. العلامة الاولى، لو في علاقتك مع الاخر بتحس دايما ان عندك شعور بالذنب وانت مش عارف ليه. العلامة التانية، لو الطرف التاني في العلاقة دايما بيبني جدران حواليك بدل ما يبني جسر للتواصل. العلامة التالتة، لما تبقى في العلاقة دي حاسس انك دايما مش كفاية مهما عملت. العلامة الرابعة، لو الشخص ده دايما عايزك تبقى في حالة من التوتر طول الوقت ومش هتقدر تحس بالراحة في وجوده، فدي علامات تأكد انك في علاقة توكسيك. طب ليه بنقع اصلا في علاقات توكسيك؟ اول حاجة، حب الدراما. في ناس بتحب تعيش في مسلسل هندي، كل يوم في مشهد ميلودراما وكل يوم في اكشن. الحاجة التانية، الاعتياد. يعني لو اهلك كانوا توكسيك ممكن لما تكبر تقول دي طبيعة العلاقات. لا يا معلم، دي مش طبيعة، دي كارثة. الحاجة التالتة، الخوف من الوحدة. يعني في بعض الناس بتقول خلاص ده احسن من العدم، لكن صدقني الوحدة احسن مليون مرة من علاقة توكسيك بتخليك تعيس. رابع حاجة، حب الانقاذ. في ناس بتحب تنقذ الطرف التاني وتصلحه، لكن في الاخر بيحصل العكس، هو اللي بيصلحك لكن في الارض. الحاجة الخامسة، في ناس مش عارفة اساسا انها في علاقة توكسيك. طيب ازاي نخرج من العلاقات التوكسيك بطريقة صحية؟ ببساطة يا صديقي لازم تكون عندك خطة هروب زي الافلام الاكشن كده. فاول حاجة، اعترف انها توكسيك. يعني ما تقولش هو مش وحش وانا اللي ببالغ، لا خليك واضح مع نفسك. الحاجة التانية، حط حدود نفسية. يعني لازم تكون صريح مع نفسك ومع الاخر وتحدد المسافة بينك وبين الشخص التاني اللي بيأثر عليك بشكل سلبي، وتقول له بوضوح شوف يا معلم انا مش هتحمل كلام سلبي او تعامل مش كويس. ثالث حاجة، تقبل التغيير. مفيش حاجة اسمها انا خلاص عايش في نفس الدايرة، لازم تقتنع ان كل شيء في حياتك يستحق التجديد، والعلاقات الصحية اهم. رابع حاجة، الابتعاد عن المواقف السلبية. فلو حسيت انك في موقف صعب حاول تبعد عن الشخص ده. مثلا لو كان الشخص ده بيبقى متوتر على طول وبيوترك تقدر تقول له تمام انا هروح اهدى شوية بعيدا عن الضوضاء دي. خامس حاجة، الاستمتاع. احيانا كتير لازم تهتم براحتك النفسية. يعني لو كنت طول الوقت في علاقة توكسيك حاول تركز على نفسك اكتر وابدأ تسمع حاجات مريحة لعقلك زي مثلا استماع قرآن او موسيقى هادية. سادس حاجة، الاحتفاظ بالسلام الداخلي. فخد وقتك. يعني لو كان حد مسبب لك ضغط كبير في حياتك لازم تركز على الراحة النفسية وتستعيد طاقتك بكل الطرق الممكنة زي التأمل او الرياضة. فالخلاصة يا صديقي، لا تفرط في الحزن على علاقة متوترة، وحاول تركز على علاقاتك اللي فيها حب واحترام، وافتكر دايما انك تستحق علاقات تعطيك طاقة ايجابية مش تفرغها منك. فخد خطوة في رمضان لتغيير حياتك وخلي العلاقات تكون زي النور مش زي العتمة. اخيرا يا جماعة عايزين نشوف فين الناس اللي مروا بعلاقات توكسيك زي دي وازاي قدروا يتخلصوا منها. فشاركونا في التعليقات تجاربكم، واوعوا تنسوا تنشروا الفيديو علشان نساعد غيركم. رمضانكم سعادة، كل سنة وانتم طيبين.